صباح الخير يا محمد. صباح الخير. مالك؟ باين عليك مجهد شويه كده، شكلك مش تعب شغل. في ايه يا محمد؟ الحقيقه ما نمتش امبارح خالص. يبقى باين عليك بتحب جديد. التسالي ده حب قديم. والدة تعبانه قوي وانا قلقان عليها. عمري ما شفتها تعبانه بالشكل ده، مش قادر استحمل. ان شاء الله حاجه بسيطه وباذن الله تخف بسرعه. ان شاء الله. محمد، في تغيرات في بورصه هونج كونج، تعال بص كده. وصلتك الدعوه يا باشمهندس لحضره الرئيس؟ رئيس مين؟ الرئيس بتاعنا، هو في غيره؟ رشوان بيه غرباوي. بس انا مش هينفع اجي لان عندي شغل كتير قوي، وبص هونج كونج قفلت على خساره كبيره. كده شكلها ما كملش. يا شيخ ايه بس؟ بعد 36 ساعه بورصات العالم كلها هتقفل، ما تحبكاش قوي كده. حضرتك اللي بتقول كده يا باشمهندس، وانت اللي محذرني ان مفيش تهاون في موضوع البورصه ده. على العموم انا لو خلصت واطمنت هحصلكم. على العموم انت حر، هشوفك السبت ان شاء الله. مع السلامه. بقى عشان اتأخرت على بابي. ها؟ الله الله، راح فين يا محمد؟ سلم بس على نفسك. هلاقي مين؟ دي دينا بنت رشوان بيه، مش واخد بالك ولا ايه؟ ما صدقني انا لسه متعرف عليها من شويه. يا سيدي دينا بنت رشوان بيه الوحيده، ما توديناش في داهيه يا على محمد. جميل. ميرسي. ما تعرفش حكايه الست اللي عامله دوشه بره دي؟ ولا عندي فكره، ما تشغلش بالك، لا كده اي حاجه كده يا محمد، خلينا في شغلنا احسن. على رايك. عارف يا ماهر، لو الوكيل بتاعنا في هونج كونج قدر يلحق اسهم شركه سبايني، رشوان ده هيكسب بتاع 3 4 مليون. ايوه. الو. ايوه ايوه موجود يا فندم، عشانك يا محمد. الو. انا محمد. يا ابو حميد، هو رئيس كريمه بيعمل ايه؟ لا ابدا، ده كان بيطمن على اخبار البورصه. والله؟ تخيل اداني المبلغ ده كله علشان عمليته دي. 2000 جنيه؟ هاي. اولا رشوان بيه، انت كسبت قد كده 100,000 مره، وبعدين مش غريب عنه ان كافي الموظفين اللي بيشتغلوا عنده كويس. محمد البدوي. اهلا اهلا يا دكتور هارون. ايوه يا فندم. لا الساعه 2 ان شاء الله هكون عند ساعتك. طيب يا فندم، مع السلامه. لو يا ابو حميد، اخبار صحه الوالده ايه؟ لا تمام الحمد لله. غريبه، رشوان بيه عرف منين ان والدتي تعبانه؟ اهو ده بقى سؤال ملوش اي معنى. هو في حاجه تستخبى على رشوان بيه يا راجل؟ ده حتى دبه النمله بيسمعها.
الو. ايوه. لو سمحت اقدر اكلم الاستاذ محمد البدوي؟ قول له هناء. عشانك يا محمد. ايوه. الو. ايوه. الله، دلوقتي بس تروح وترجع وقت ما يعجبها. كمان عليها سابت الشغل. قصدك تقول طردوها من الشغل. هتعرفها ولا ايه؟ ايه اللي اعرفه؟ دي بتشتغل معايا في نفس الشركه اللي انا بشتغل فيها. دول طردوها عشان ما لقيوش حد يعرف يلمها. يا عم احنا مالنا؟ العب. مالها يا معلم البيت دي؟ رايحة جاية في الحارة زي ما كنا اللي ساعيها. حرام عليكي، دي البنت شقيانة وبتجري على امها وبنتها. انت بتصدق الكلام ده يا معلم؟ دي لسه في سنها ولسه ما اتجوزتش، معناها ان في حد بيشغلها. شوف انت بقى يا معلم. اعوذ بالله. لا مؤاخذة يا شنتل، انت لسه جديد على الحتة؟ انا اصلا ولا مؤاخذة ما شفتكش هنا قبل كده. ايوه انا جديد. في الحقيقة انا جاي هنا عشان بدور على سكن اسكن فيه. لان انا ساكن في منيرة والشغل بتاعي بعيد قوي، والمكان بقى ضيق على العيال. اللي تعرف تشوف لي مكان عندكم هنا يكون سعره مهاوي ويبقى لك الحلاوة يا حلاوة. القول قولك يا شنتل، وعندك شاي بصة وشقة بمطرحين وعفشة مية وصلحوا. صباح الخير يا باشمهندس. معلش هو في موضوع مستعجل كده. لا ابدا، هو بس في تغييرات حصلت في اسهم شركه سيديكو. طيب انا جاي لحضرتك حاجه. مع السلامه. ايوه يا عم، بقينا صوم مع الريس وشلنا التكليف خلاص. يا بخت من كان نايب خاله، بكره ما نعرفش نكلمه يا سيدي. انا شايف ان سفر الباشا مفاجئ ده ورا امنا. هي إنا بس، دي إنا واخواتها كمان. يا جماعه فيها ايه بس لما الراجل يسافر؟ ما انت اصلك ما تعرفش حاجه، مش فاهم حاجه. رشوان بيه عمره ما عملها ابدا في حياته، وسافر وساب الشركه لوحدها. يا جماعه انا شايف ان راجل زي رشوان بيه ده ومكانته وحجم اعماله بره في الخارج لازم يبقى بيسافر في كل حته في الدنيا، كل يوم في بلد زي المكوك يعني. الرئيس بتاعنا يا استاذي عنده رجاله في كل حته في العالم. وبعدين لما بتحكم الامر بيبقى حاجه من اتنين، يا اما موضوع خطير جدا يا اما بياخدوا العيله ويتفسحوا بره، وساعتها بيسيبهم لوحدهم. وفي كل الاحوال بقى بيسيب تعليمات للناس عشان العمل يمشي كانه موجود بنفسه. يا باشمهندس يحيى بيه عايز ساعتك. حاضر بعد اذنك. اتفضل. يا معلم تعال شوف اللي بيحصل. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. امال الاستاذ محمد البدوي فين؟ لا والله في الحقيقه ما جاش النهارده، او بمعنى اصح سعادتك تقدري تقولي بقاله يومين ما جاش الشغل.
طيب متشكرة أوي. تحت امرك. مع السلامه. بالذمة هي ما تعرفش هو فين. يا عبد اللطيف، يا عبد اللطيف سيب الناس في حالها، خلينا احنا في شغلنا. انا كنت فاكر ان العلاقة ما بينهم اكتر من كده شوية، اقول شويتين 3. يلا ما علينا. ما علينا. عبد اللطيف من فضلك ادي اوامر ببيع كل الاسهم في بورصه لندن بتاعه شركه فاميلي، واشتري اللي تقدر عليه من اسهم شركه هاموند في بورصه نيويورك. سيب اللي في ايدك وتعالى معايا يا محمد.